السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. الله وبركاته. عادت الحياة من جديد لدوري روشن السعودي مع الأسبوع التاسع بعد أوقات ذهبت معها العقول والأنظار للمونديال، وسبقت القلوب التي سافرت مع الأخضر الذي قدم أداء مشكورا ومظفرا بانتصار على منتخب يقف على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب، المنتخب الأرجنتيني. الليلة الجولة التاسعة من دوري روشن، والهلال يدخل هذه المباراة وسط غياب باتجاه كاريو لعبة كرة لسعود عبد الحميد، سعود الملعب، سعود عبد الحميد يضغط ياخذ كرة يكسبها للهلال إلى وقوع مع كرة بالجهة اليسار، استحواذ على كرة، كاريو يضغط الكرة فيها صافرة، بيريرا ماتيوس يلعب كرة في الأمام طويلة لكنها لخارج أرض الأول، الكرة تلعب من ماتيوس بيريرا بعد الكرة مقطوعة من كرة عرضية ملعوبة داخل المنطقة، الكرة بالراس واصلة باتجاه حارس المرمى مارتن كامبانيا بالمناسبة عاد إلى تماريق الباطن، الكرة تلعب من كاريو إلى ماريجا، مرت من أمام ماريجا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حتى الآن الأهداف تغيب بالنسبة للهلال، الكرة تلعب طويلة في الأمام والهلال يقترب أكثر فأكثر لهدف الأول في المباراة. ماتيوس بيريرا الكرة تسدد لكنها إلى بتمريرة لعبت على الجهة اليسار ثم عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. نعم إلى منطقة الجزاء لإيجالو لماتيوس بيريرا بتسديدة مرة بالنسبة لفريق الباطن، التمريرة العرضية ثم الكرة واصلة إلى يلعب الكرة الثابتة، الكرة معادة من المدافعين ثم مارتن كامبانيا يحصل على مخالفة، ركلة حرة مباشرة الأمام، الكرة للباطن إلى صافرة ومخالفة من جديد وبطاقة صفراء، تواجد وحيدا في الامام، الكره تلعب طويله الى عبد الله معيوف ترجع الكره مره ثانيه لصالح الباطن ساقطه في منطقه الجزاء، عدت ثم الهلال باصراره للوصول الى الهدف الاول، ومارتن كامبانيا انقذ مرمى الباطن. الله على كره، والله على تسديده، والله على رده فعل من مارتن كامبانيا يحمي فيها كاس العالم. هذا مع قرارات لجنه الحكام في السعوديه، الكره ملعوبه طريقه جديده وانظمه جديدة وضرب من الهدف، الكرة تلعب إلى ماتيوس بيريرا لكن مقطوعة من المدافعين، لعب كرة لماريجا ما فيها تسلل، طالت الكرة على ماريجا، مارتن كامبردية قريبا من منطقة الجزاء، كاريو هي كرة لنفسها كاريو. مباراة الكرة تلعب، المحاولة إلى ماتيوس بيريرا، تدخل مع ماتيوس بيريرا حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، رمية جانبية اللعبة إلى ماريجا بعرضية غاية الروعة، ماريجا استقبل الكرة بهذا الشكل وكاريو تسديد اعتقد معها أنها في القوة الكافية لتجاوز مارتن كامبانيا لكنه لم يعلم عن قوة مارتن كامبانيا، الكرة مع الثالث الرابع احسب ورا كاريو لكن التمريرة طالت باتجاه كاريو والعرضية في منطقة الجزاء وماتيوس بيريرا واصلة باتجاه سعود عبد الحميد، سعود يلعب الكرة مقطوعة، عادت من جديد الهلال في محاولة أخيرا فيها صافرة، ركلة حرة، الباطن في انطلاقة، الباطن مع محاولة، التمريرة ملعوبة للأمام، كرة تعود للهلال إلى إيجالو، عدى فيها كرة إيجالو مقطوعة، صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة موجودة لصالح الهلال، بطاقة صفراء جديدة في المحاولة لاستغلال أيضا سرعة الرياح، ماتيوس بيريرا ومارتن كامبانيا من جديد، اليمنى إلى محاولة هلالية، تبقى عندك كويار بتمريرة إلى كاريو بتمريرة، الكرة تلعب على الجهة اليسار، طالت للباطن إلى محاولة إلى إيجالو ترجع الكرة للهلال من جديد بعرضية الراسية صالحة واصلة إلى ماتيوس بيريرا تمريرة إلى كاريو مرت من أمام الكل واصلة لسعود عبد الحميد على الجهة اليمين، السقوط لإيجالو حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب ما اعتبر فيها شيء لكن يبدو أنه شيء في منطقة الجزاء. كما قلت الاحتكاك حدث لكن بالفعل إيجالو عند ركلة الجزاء، عرفت الإجابة الآن، مارتن كامبانيا لا
شيء من خيال يقف في وجه الهلال. يبقى التعادل السلبي في كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء راسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى والهجومي، هذا ما يريده مدرب الهلال السيد دياز. لأقصى اليسار إلى ناصر الدوسري يأخذ كرة عرضية في منطقة الجزاء الثانية على ركلة ركنية وراسية ثانية وهدف للهلال. يونسو يسجل أول أهداف الهلال في المباراة، وأول كرة راسية ينجح مع الهلال في تسجيل أول كرة راسية له في مسابقة الدوري هذا العام عبر يونسو إلى كنو ثم إيجالو نقل كرة في اليسار بعد الكرة إلى خارج. بعد الهدف أن تشهد الباطن يتقدم من الأمام، الكرة واصلة باتجاه ماريجا، لما الكرة تلعب إلى إيجالو انطلق المحاولة بالجهة اليسرى، الضغط على حمل الكرة، صافرة مخالفة ركلة حرة. حائط الصد ماتيوس بيريرا، الكرة تلعب إلى منطقة الجزاء ماريجا الكرة مبعدة من المدافعين، ترجع بتسديدة على مرمى مارتن كامبانيا على منع الهلال من إضافة هدف ثاني. الكرة تلعب إلى ماريجا مع الكرة في اليمين بعرضية لكنها مرت من أمام الجميع، مرت من أمام المرمى. الركلة الركنية من ماتيوس بيريرا، يلعب كرة بالراس لكنها مقطوعة أو راحت بعيدة راحت من جحفل، لم تكن من المدعم، وصلت إلى محمد كنو عطاء لناصر بتمريرة، حاول الباطن من الجهة اليسار، طارق مداد، ترجع على الكرة، الله على لقطة وعلى لعبة للباطن. الباطن جاء يحدث شيء في مباراة الليلة، شباب الباطن جاءوا يحدثون شيء في مباراة الليلة. الباطن يسجل التعديل الآن عبر واصلة لفييتو يلعبها إلى كاريو، إيجالو، جول! هدف ثاني للهلال وخامس أهداف إيجالو في دوري روشن، وبصورة سينمائية رائعة من إيجالو. لاعب خرافي إيجالو يسجل هدف للهلال في وقت مهم جدا. هل يفعلها كامبانيا؟